السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هعمل شوربة عيد الميلاد. هما بيسموها كده في كوريا لان عادة الشوربة دي لازم يعني تقليد قديم جدا ان يوم عيد الميلاد الشخص ياكل الشوربة دي، وده اساسه يعني ليه مرجع ان هي صحية جدا. الشوربة دي بتعمل زي عملية تنظيف للجسم وتطهير كامل للدم كله، فعشان كده دايما بياكلوها في عيد الميلاد، لكن طبعا بياكلوها طول السنة برضو. هنتعرف عليها اكتر وهنعرف برضو اكتر عن فوائدها. دي هي الميو او الاعشاب البحريه اللي بيتعمل منها شوربه الميو كوك او شوربه اعشاب البحر. ده بيبقى شكلها، لو احنا شمينا ريحتها هتحسوا بالظبط كانكم واقفين على شط البحر، لان هي ده نبات بيعيش في البحر. يعني نحطها كده، دي يعني الكميه دي تبان قليله لانها مجففه قوي، لكن لما هنحط لها ميه دلوقتي وترجع تتبل هترجع تاني تشرب ميتها وترجع تاني عشب اخضر زي ما كانت عايشه في البحر بالظبط. الشوربه دي اهم حاجه فيها انها غنيه جدا باليود، فالناس اللي عندها مشاكل في الدم، عندها مشاكل دي صحيه جدا. كمان الامهات لما بيكونوا لسه يعني مثلا لسه بعد عمليه الوضع بيبقى مفيد جدا ان هم يشربوا الشوربه دي لانها بتعمل تطهير للدم ليها وللبيبي. كمان بعد العمليات الجراحيه والحاجات دي بتبقى مفيده جدا. الشوربه دي لو احنا هنعملها لينا مثلا في الطهي والبيت، انا هعمل معاها لحمه، مش لا يعني مش قطعه كبيره، قطعه صغيره 100 جرام 150 جرام. لكن لو احنا هنعملها لنظام دايت او لنظام تطهير الدم، ممكن ان احنا نستبدل اللحمه دي بفيليه الفراخ، طبعا منزوع الجلد ومنزوع العظم، يبقى نضيف خالص. وممكن برضو ان احنا نعملها في ميه برضو من غير اي نوع لحوم. فهنحتاج اللحمه، هنحتاج قطعه بصل او بصله صغيره، هنحتاج معلقه كبيره توم مفري وملح وفلفل اسود، وطبعا الميوك. اول حاجه ببدا ان الميوك دي بجيبها وبحطها في ميه، يعني بغطيها بالميه ما يقلش عن نص ساعه. احيانا في قسم الاغذيه اليابانيه بلاقي منها بيبقى صغير، قطعه صغيره، ممكن ان احنا نخليها اقل من نص ساعه، ممكن نخليه مثلا 15 دقيقه. لكن اللي هي ميك الكوري دي الاعشاب دي لازم نخليها في الميه على الاقل نص ساعه. بالنسبه للحمه دي ميه بارده من الحنفيه، ما سخنتهاش خالص لسه. هحط فيها اللحمه، واحط معاها البصله. ما اقطعش البصله قوي للاخر لان في الاخر انا عايزه اشيلها، انا عايزاها بس تنكهي للشوربه. اخليها كده بس ما اقطعهاش للاخر واحطها مع الشوربه بس كده. اشغل عليها النار، طبعا هتغلي في الاول، وبعدين بعد 10 دقايق اهدي النار عليها، اشيل الرغوه لو ظهرت، ونهدي النار عليها، ودول حوالي 4 أو 5 كوبايات ميه. ده شكلها بعد ما حوالي 30 دقيقه. سبحان الله، هنبص نلاقيها رجعت تاني عشب اخضر زي ما كان عايش في البحر. شايفين جمالها؟ والقطعه اللي كانت رفيعه جدا وجافه بقت كبيره قوي، واللحمه بقى لها 30 دقيقه على النار. ناخد الميوك دي نشطفها شويه تحت الحنفيه ونصفيها عشان نيجي نحطها مع الشوربه. دلوقتي كده غسلنا الميوك، طبعا نحاول نغسلها كويس علشان نتخلص من اي بواقي رمل او حاجه فيها، ونحاول ان احنا بعد كده هنقطعها. بس الاول اللحمه بعد مثلا على حسب نوع اللحمه ممكن تقعد 30 دقيقه 45 دقيقه على حد ما احس اللحمه بتاعتي ايه استوت. لسه برضو هتكمل سوا مع الميوك. انا شلت بس البصله واطلع قطعه اللحمه. دي نظر يعني دي تكنيك في الطعام الكوري، ان هما يعني كل ما تتقطع اللحمه قطع صغيره علشان بعد كده كل معلقه يطلع فيها لحمه ويطلع فيها خضار، يطلع فيها كل حاجه، وفي نفس الوقت ما ياكلوش كميه كبيره من اللحمه. هنقطعها قطع صغيره كده، قطعناها كلها شرايح صغيره في تفاصيل صغيره زي ما احنا شايفين، ونرجعها تاني مع الشوربه. بالنسبه بقى للميوك ممكن نعمل حاجتين، ممكن ان احنا نجيب مثلا مقص مطبخ زي كده ونقطعها قطع صغيره كده، بحيث انها تبقى يعني ايه نعرف ناكلها بعد ما تستوي. وممكن ان احنا برضو
بسكين ونقطعها علشان نعرف ان احنا ناكلها بعد ما تستوي، عشان زي ما احنا شايفين هي شرايح طويلة جدا. سبحان الله ان اي نوع خضروات بيبقى اللون دون معروف ان هو بيبقى مغذي جدا، ما بالك بقى اما يكون بقى عايش في البحر ومتشبع بكمية هايلة من اليود، قد ايه كمية فوائده للجسم. يا ريت نبتدي نتعلم نستخدم الحاجات دي في اكلنا وفي طعامنا. خلصنا التقطيع، كل اللي هنعمله ان احنا هنضيفها اللحمه ونسيبها الاول تغلي، منفرطش في اي حاجه من الميوك من اهميتها الغذائيه، ونسيبها تغلي لمده 20 دقيقه، وبعدين نرجع بقى نضيف لها الثوم. في الوقت دون هفرم الثوم لحد ما هي تغلي. بفرم الثوم معلقه كبيره ثوم. الثوم اضافه الثوم للميوك مش بس عشان طعم ونكهه وريحه، لا كمان بيكمل القيمه الغذائيه بتاعتها. طبعا عارفين فوائد الثوم مضاد حيوي طبيعي وفي حاجات كتير. بسم الله. انا بحطه في اخر 5 دقايق لشوربه الميوك عشان يحتفظ بفوائده، وفي نفس الوقت تبقى ريحته اقوى من ريحتها، لان في بعضنا كان الميوك مثلا او كده وحاسس ان ريحتها غريبه، بس صدقوني لو جربتوا الطريقه دي هتحسوا ان ريحتها جميله جدا وما فيهاش اي مشاكل. في المرحله دي برده هحط شويه فلفل اسود، يعني نص معلقه صغيره كده فلفل اسود، ونص معلقه ملح وادوق. لو احنا عاملينها نظام غذائي او عاملينها دايت نقلل الملح، يعني على قد ما نقدر ان احنا نحاول نتحمل تقليل الملح. محتاجه شويه شوربه صغيره شويه ملح تاني، بس 5 دقايق كده وهرفعها من على النار. 5 دقايق بس. شايفين شكلها وريحتها. فلفل الاسود مهم نحطه، يمكن مثلا بعض الكوريين ما بيحطوهوش او بيحمروا الميوك الاول، لا اعملوها، يعني جربوا اعملوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم. شايفين الثوم قطع مش رفيعه، مش قطع صغيره. شوربه عيد الميلاد الكوريه بتقدم مع طبق رز ابيض. يا رب ربنا ينفعنا بيها وفوائدها، وطعمها لذيذ جدا وتعجبكم. انا غدا ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الميوك احيانا بعد ما ننقعها بنلاقي ان حجمها كبر كده، فنلاقي الكميه اللي احنا مثلا حاطينها في الميه بقت كتيره. مفيش مشكله، احنا ممكن نعملها سلطه، وان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما بنعملها سلطه او طبق جانبي، او ممكن نقطعها ونشيلها في كيس او نشيلها زي ما هي، ولما نحتاجها نطلعها نقطعها ونحطها في الشوربه عادي مفيش مشكله، بس ما نرجعش ننشفها تاني. احنا هنحطها في الفريزر ونستعملها وقت ما احنا عايزين في كيس ثلاجه كده. واحتفظ بيها في الفريزر عندي الكميه الزايده، واشيلها في الفريزر من اللي محتاجها اطلعها واطبخها.